السلام عليكم ورحمة الله. أحلى صباح جميل عليكم يا رجالة، وأحلى صباح جميل على كل إخواتنا وحبايبنا، وكل راجل جدع بيشاهدنا، وكل راجل جدع بيكتب لنا كلمة حلوة. زي ما أنتوا عارفين يا رجالة، في غيط الحمام إحنا أقل الناس، وكلنا بنكمل بعض يا رجالة. تمام. أول حاجة اعتذار مني يا رجالة على تأخير الفيديوهات. تمام. اللي جاي أحسن يا رجالة، وزي ما أنتوا عارفين نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. تمام. موضوعنا النهارده رجاله على الشبابات العيال الصغيره اللي بتتحاش. تمام. وبيبقوا اخواتهم عندك في البيبان، وانت بتبقى عارف الحمامتين دول كويسين وجامدين، بس الشاب بيخطأ في ضربة صقر، قلة جرد غاوي، بيتزنق في دورة ضيقة ولسه ما بيبقاش متعود على الضلمة والكلام دوت، ومن هنا الشاب بيبدأ يخطأ. تمام. الفترة الزمنية اللي بيقعد فيها الشاب ده بره، انت ما بتبقاش عارف ايه اللي دار معاه فيها. تمام. ممكن يكون اللي مسكه منك اداله طيرة، ممكن يكون اترمى في سلاكة طواير، ممكن يكون اترمى في دكان تحت وعشق فرد حمام. تمام. او اي ظرف من الظروف دي معرض اللي هي تحصل معاه. تمام. في الفترة الزمنية اللي الفرد دوت قعد لك فيها بره، وانت طلعت في يوم لقيته رادد لك. تمام. هتتعامل معاه ازاي بقى رجاله؟ وهنا السؤال لاخواتي وحبايبي النشيشه اللي انا بعتز برايهم. تمام. هترجع تحطه تاني في بابه، وتديله طيره، وتعامله وتعمل له تهيئ دماغ تاني من الاول للي هو كان بيعمله عندك. تمام. ولا هتنزله تبيعه، ولا هتخليه تفرخه؟ تمام. ولا هتخليه تفتحه في التانية فوق دماغك طالما انت مش واثق في فرد الحمام؟ بس انا عايزكوا تركزوا للكلام ده كويس اوي يا رجاله. انا قلت لكم في اول الفيديو اخواته مرصوصين عندكم. تمام. وبيترموا بقالهم سنتين وتلاتة وثابتين جدارتهم عندك، والفرد ده خطأ منك ورجع لك بعد فترة زمنية تحاش فيها. هتتعامل معاه ازاي؟ احلى صباح جميل عليكم يا رجاله. استنى تعليقاتكم الجميله. تمام. وعلى الله الدنيا في اللي جاي يا رجاله، واللي جاي احسن والله المستعان.